السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري كلشي بخير وعلى خير؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. رمضان كريم يا رب يدخلوا عليكم ولينا بالصحة والسلامة والهنا وراحة البال والصحيحة للوليدات والشفاء لجميع المرضى والرحمة للوالدين وجميع أموات المسلمين يا ربي. دائما في إطار الفطائر الرمضانية. يمكن هذا رمضان كامل غنخصو في الفطائر. المهم ضروري الطبلة أو الطبيلة المغربية ما كيخطاهاش الفطائر. صراحة أنا عندي بعدا ضروري خاص الفطائر، واخا تكون يعني واخا يكون الحوت يكون دجاج يكون اللي غدا نطيب، المهم الفطائر ما كتخطانيش الصراحة. المهم الفطائر اليوم نخدم معكم بجوج حشوات مختلفة. كيجيو لذاذ وكيجيو مورقين بعجينة المسمن وبنفس المكونات العجينة المسمن اللي خدمت معكم في الفيديو السابق البنات. بالنسبه للبنات اللي تلحقوا بالقناه وما شافوش الفيديو السابق وعجبتكم الوصفه البنات، رجعوا للفيديو ديال عجينه المسمن عندي في القناه وتشوفوا الطريقه والمقادير اللي خدمت بها هذيك العجينه. راه كتجي رائعه، كما قلت لكم هذيك العجينه راه يمكن لك ديرها في الثلاجه وتحتفظي بها سيمانه ولا جوج، ما كيطرى لها حتى شي حاجه كانك كتخدمي بعجينه المورقه تماما. نبداو البنات في اول حشوه غادي نبداو بها. هي عندي هنا جوج خيزويات مبشورين او محكوكين، عندي جوج قرعات او قرع اخضر حتى هي محكوكه على الطول، وعندي شويه ديال الكفته. عندي هنا كفته ديال اللدان او كفته ديال اللحم ولا ديال الغنميل، نتوما لكم الاختيار اللي بغيتو ديروه. عندي هنايا شويه ديال التوابل اللي هي نص معلقه ديال البصار ونص معلقه ديال الهريسه او الحار المجفف او الهريسه المطحونه بحال بحال او المعجونه. عندي شويه ديال الخرقوم، راس المعلقه ديال الخرقوم، وعندي نص معلقه ديال البزار، وعندي معلقه ديال الكمون. بغيتو ديروا التحميره ديروها، انا ما عنديش وما غنديرهاش لان عندي الهريسه كتطلق الحموره. اصلا حنا عارفين الهريسه اللي كتباع على برا كتكون فيها واحد الكميه ديال التحميره. صافي البنات وشويه ديال الملح وغادي نخلط كلشي مع بعضو. ودرت واحد نص معلقه ديال الثومه بودره. بالنسبه للبصله هنا البنات ما غنديرهاش بودره لان غادي نخدم بالبصله الخضاريه يعني بصله طبيعيه، ولكن ما غنديرهاش دابا حتى نحيد واحد نص كميه من هاد الخليط، لان يعني خصنا نرضيو جميع افراد العائله، يعني كلشي صايم خاصنا كل واحد نديرو ليه الخاطر ديالو. المهم عندنا وليدات ما كياكلوش ليا البصله، غادي نحيد نص الكميه ديال الخليط بلي غنضيف البصله الخضاريه. اي نوع من البصله البنات يمكن لكم تخدموا بها، ماشي ضروري خضاريه، واي حشوه يمكن لكم تخدموا بها. يعني تقدروا تخدموا غير بالخضره فقط، تقدروا تخدموا يعني آه اي حشوه، يعني تخدموا بالاجبان، تخدموا بشحال من حاجه. يعني كما شفتوا ضفت البصله الخضاريه وغادي نضيف نفس التوابل اللي ضفتهم من قبل الكفته ومع الخضره، نفس التوابل غنعاود نديرها في هذه البصله الخضاريه اللي هي بزار، آه الهريسه، شويه الهريسه، كمون، وواحد القطيره ديال الزيته. واحد القطيره هنا البنات ضفت، راني نسيت ما صورتهاش. بعض المرات تكوني كتظني بانك كتصوري شي لقطه ولكن كتمشي لك التمحه كتلقاي راسك انك طافيه التليفون ولا. المهم كتشحري كلشي مع بعضو كما شفتوا، يعني غير شويه، يعني هادشي كامل غيعاود يطيب في الفران، يعني كنشحرو ما كنخليوش يطيب بزاف، كيطيب غير نص طيبه. هنا البنات غنضيف واحد شويه ديال صوص الصوجا، قطرات تاع صوص الصوجا، حيت عندي في الدار ما عندكمش ما ديروهاش، ضيفوا غير شويه زيت الزيتون يكون احسن. طريقه سهله وبسيطه. كما قلت لكم هاد النوع من الفطيره او من هاد الشكل كيجي زوين، ما نقولش لكم كيجي رائع البنات، كيجي مورق كانك كتخدمي بالعجينه المورقه، هي فقط بالعجينه المسمن السحريه او اللي كنعرفوا كاملين كنخدموا عجينه المسمن. لكن الاختلاف فين كاين في العجين، في طريقه الخدمه ديال العجين، ماشي الطريقه تاع الطويه تاع العجين، لا هذيك عاديه كما كطوي مسمن. ملي كتكملي العجين كديريه في الثلاجه. انا خليتها في الثلاجه تقريبا ليله كامله، وفيها معلقه ديال الخميره. انا كندير في العجينه المسمن كندير فيها معلقه ديال الخميره، معلقه صغيره. الا شفتوا معايا الفيديو السابق البنات اللي شافوا معايا الفيديو السابق تشوفوا بان درت معلقه صغيره ديال الخميره. الدور ديالها هو انها كتساعد على التوريق. معلقه الخميره ديال الخبز البنات راها زوينه بالنسبه للمعجنات او الفطائر.
البنات بالنسبة للحشوة الثانية كما شفتوا درت واحد البصيلة، أنا عندي بصلة بيضة هي اللي كتمشي مع القمرون بصراحة. درت واحد جوج بصيلات اللي شلطتهم رقاق، ودرت على شوية الزيت، غير واحد شوية الزويته، شحرتها مزيان حتى يعني طاحت وتبدل ليها اللون. ضفت لها واحد شوية ديال القمرون وواحد خيزويه وحده فقط، حتى هي مبشوره على الطول. وبالنسبه للعطريه لها عاديه، عندي كمون، عندي بزار، عندي شويه الهريسه، وعندي شويه الملحه وشويه ديال الثومه بودره. صافي كنشحر كلشي مع بعضو، ودائما كما كنقول لكم نص طيبه، يعني ما كيطيبش كلشي مزيان لان مازال غيدخل الفران، غير نص طيبه فقط. صافي كما شفتوا البنات الحشوات راهم هادو ثلاثه. بالنسبه للعجين البنات خرجتهم من الفريغ، ماشي من الفريغو، من الثلاجه فقط. الا كنتو غتخليو واحد المده طويله وما تخدموش بيه لا غدليه ديروه في الكونجيلاتور، اما كنتو تخدموا بيه لا غدليه ديروه غير في البلاستيكه وصافي. ولا كنتو غديروا كميه كثيره قطعوها على حسب كل مره وشحال غتخرجوا من الثلاجه باش ما تبقاوش تدخلوها وتخرجوها. صافي البنات ضروري ملي كتخرجوها من الثلاجه كتلقاوها شويه يعني لينه او فيها شويه الماء من الفوق، كديروا شويه الدقيق فوق من سطح العمل وكتبسطوها. كديروا الدقيق، ما كنديروش الزيت البنات، كديروا الدقيق لانها كتكون منديه او طالقه داك الماء ديالها. بالنسبه للعجين، بالنسبه للبنات انا الشكل اللي انا كما شفتوا في الصوره كنخدموا بهذه الطريقه، كنخدم مربعات، نقطع العجين على مربعات الحجم اللي انت بغيتي. بغيتي ديريها فطيره كبيره غتخدمي مربع كبير، بغيتي ديرها يعني الشكل ديالها صغير غتخدمي مربع صغير. صافي البنات ناخذ نص تاع العجين غنخدمو هو الاول. علاش؟ باش نتحكم في العجين في الوسط، لان كما كتعرفوا هنا عجينه المسمن ضروري كنعاونوا بيدينا، كنبداو نقرصوا او نبسطوا كنعاونوا بيدينا. اذا الوسط ضروري تيبقى غليظ، اذا انا باش نتفادى هذاك المشكل كنقطع العجينه على جوج، كنخدم النص بالنص، كنخدم النص الاول كنقطعو والنص الثاني كنعاود نخدم به بوحدو باش كنعاود نشوف نقاد السمك ديال العجين. طريقه مهمه البنات وضروري يعني تردوا لها البال. صافي البنات بالنسبه للعجينه المسمن والله البنات تستغناو على العجينه المورقه، وتستغناو بعض المرات حتى على ديك الورقه ديال البريوات. هذه راح تحسن لكم من كل شيء، وخاصه انك ديري في هذيك المعلقه ديال الخميره كتجي بحال كرواسون، كتجي كرواسون تماما، عجينه كرواسون. ان شاء الله راه نخدم معكم تقريبا رمضان كامل، نخدم معكم غير الفطائر فقط. تشجيعات ديالكم البنات والله كديركم، وحفزوني حفزوني باش نعطي المزيد المزيد المزيد. يعني المشاهده راه نازله هاد الايامات ما عرفتش علاش. المهم شوفوا الشكل البنات، نرجعوا للموضوع ديالنا. كما شفتوا خديت الكاس وحطيته الوسط ديال العجين وطراسيت، يعني وركت شويه على الكاس فوق من العجين باش كيعطينا داك الدائره. كناخذ داك الرؤوس تاع المربع كنقطعهم بالجراره ديال البيتزا ولا بالموس، المهم شي حاجه اللي تكون ماضيه حاده. صافي كندير جوج معلقات على حسب الحجم ديال هذا المربع. انا زدت لي جوج معلقات ديال الحشوه. كما شفتوا الحشوه راه ما درت ليها لا فرماج لا حتى شي حاجه، ما درت ليها والو، لان اصلا العجين راه فيه الزبده ومن غندخلها الفران راه يعني غادي تجانس، يعني هاد المكونات كامله غتجانس مع بعضها وغتعطيها واحد الهشاشه. اذا ما درت لا فرماج، ما درت لا صلصه بيشاميل لا صلصه الجبن لا حتى شي حاجه، كما قلت لكم حشوه عاديه وكتجي لذيذه البنات، وكتجي ما نقولش لكم ما غاديش تستغناو عليها. وهاد الطريقه راها زوينه، كتعطي واحد الشكل ورده، شكل زوين كما كتشوفوا. كنقمط يعني كنجيب الطرف وكنلوي على العجين على الخليط، وكنجيب الطرف الاخر حتى هو وكنعاود نقمط من الجهه الاخرى، وكنضغط على الرؤوس. ضروري ديك الرؤوس كتضغط عليهم، كتلصق العجينه مع بعضها. كما شفتوا البنات والله هاد الشرح وهاد التفصيل ما تلقاوه حتى في شي قناه. انا كنبغي نوصل الفكره، وكما كتشوفوا راه كما التفاعل ديالي كما الخدمه ديالي. الصدق 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 لا لا شيء غير الصدق ولا لا غير الصدق. المهم كما كتشوفوا صافي كنقاد يعني دوك الجوانب تيكونوا شويه مقنتين كنقادهم كنعطيها شكل دائري. وبالنسبه للطاويات البنات كتكون يدي مرخوفه، يعني كنعطيها كنخلي ليها هذاك
المسافه او ليسباس فين هي من تدخل الفران تعطينا التوريق، يعني فين تاخد الحجم، تزاد في الحجم ديالها. ما نزيروش اللويات، يعني ملي كنبداو نلويو ما كنزيروش ايدينا. نفس الطريقه البنات كنحط الكاس، كنطراسي الوسط وكنحط الحشوه وسط من داك الطراساج، وسط من داك الدائره. طريقه سهله وبسيطه، وجربوها البنات وحيدوا العكز ديالكم ونقصوا شويه من الورقه ديال البسطيله وخدموا بالعجينه المسمن، راه كتجي رائعه واقتصاديه. كلشي عنده الدقيق في الدار، الخميره، الزيت، الملحه، كلشي كاين في الدار. علاش حنا غنمشيو نجيبو شي حاجه من الزنقه ولا نشريوها جاهزه من الزنقه بثمن غالي؟ صايبوها في الدار. كوني فنانه، كوني مبدعه. انت شوفوا البنات، يعني راني ملي كنضغط على الجوانب، شفتوا، باش ما تجينيش غليظه، وفي نفس الوقت حيت ملي كنبغي نسدها كندير وحده فوق من وحده. اذا خاصني تجيني رقيقه، خاصني نضغط عليها بصبعي باش تجيني رقيقه بحال كتسوديها بهذا المعنى. وشوفوا ايد ديال البنات كتكون مرخوفه في الطويات باش نخلي ليها ليسباس فين هي في الفران تتكبر وكتعطي التوريق. الا زيرتيها البنات راه تطلع لكم العجينه الفوق كتجيكم مقبه، عوض ما تجيكم عريضه تعطيكم الطول. فهمتوني؟ وقيله كتعطيكم الارتفاع عوض ما تجيكم يعني دائره. هانتوما البنات، وكنعاود نعاون بيديا، كنهبط هذوك الجوانب بيديا باش تعطيني العرض، يعني تكبر، تعطينيش الفوق، ما تطلعش الفوق. البنات كنعطيها الشكل دائري بهذا الشكل هذا، غير بشويه وحني عليها وتحن عليك. والمهم هذا هما الاشكال اللي غادي نصايب معكم، هذا الشكل هذا. ومن بعد البنات راه نخدم معكم اشكال اخرى، عندي اشكال اخرى مصورهم ان شاء الله غادي نخدم معكم بالاجبان بالحلو، كيجيو رائعين حتى هما. واشكال اخرى كما كتخدمي كرواسون البنات صافي، لا للمحلبات ديري اضراب على المحلبات، رجعي كوزينتك محلابه او مخبازه او للحلويات والمملحات والفطائر. هانتوما البنات الفران ديجا راه مشعلاه من قبل ما ندخل الفران، تقريبا ربع ساعه مشعلاه من الفوق ومن التحت وبالفرفره على 200 درجه. وكندخل الفطائر ديالي على 200 درجه البنات، ما كنقصش منها. وهادشي اللي كاين، وبسلام عليكم الى فيديو لاحق.